السلام عليكم البنات، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم فيديو ديالي في احسن وافضل الاحوال. ان شاء الله جيت نشارك معكم الفقاس باللوز، كيجي ساهل في الطريقه ديالو، يعني ما كيتشققش معكم نهائيا. قطعوه بلا ما تخليوه يعني ليله كامله وهو كيبرد. كيجي ناجح 100% وكيجي بنين بزاف البنات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، فكملوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على طريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نضيفوها هي البيض. بالنسبه لهذا الفقاس كيحتاج معنا 3 ديال البيضات. كما كتشوفوا معايا غادي ندير 4 ديال البيضات، وواحد الصفر ديال البيضه غادي نهزو باش غادي نخليه باش ندهنوا به الفقاس من بعد. يعني ديك البيض حتى هو كنضيفو، يعني ما كنخليهش كيضيع. بالنسبه للبيض كما لاحظتوا معايا الحجم ديالو راه متوسط، يعني ماشي البيض كبير، الحبات ديالهم كبار غير صغارين. كما كتشوفوا معايا هنا غادي نحيد واحد الصفر ديال البيضه، غادي نديرو في شي زليفه وغادي نخليه حتى من بعد وعاد باش غادي نرجعوا ليه. من بعد غادي ندير قبيصه ديال الملح، غادي نضيف كاس ديال سكر سنيده، من بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت النباتيه، من بعد غادي نضيف ساشي ديال سكر الفانيلا. صافي وغادي نطرب كلشي مزيان بالخلاط اليدوي. يمكن لكم يعني تطربوهم حتى بيديكم اولا تستعملوا كاس الخلاط. يعني المهم ضروري خص هاد العناصر هادو يتخلطوا لينا مزيان مزيان حتى تذوب لينا ديك السنيده مزيان باش نضيفوا ليها المكونات اللي كيتبقاو لينا. هنا كما شفتوا معايا من بعد ما طربت كلشي مزيان غادي نضيف معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه ونص كاس ديال الزنجلان. انا بالنسبه لهادشي حتى شي حاجه ما حمرتها. عندي كاس ديال اللوز اللي غير مسحته ما رطبته ما حتى شي حاجه، يعني ما رطبتوش في الماء، غير مسحته بواحد الزيف صافي وخليته. من بعد غادي نضيفو الدقيق غادي نضيفو بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجين ديالنا. بالنسبه للنافع وحبه حلاوه البنات الا بغيتو طحنوهم يمكن لكم طحنوهم، انا كنديرهم بحال هكذا في الفقاس صافي. من بعد غادي نبدا نجمع العجين ديالنا بهذا الشكل هذا ديال الفقاس ديالنا. يعني ما كنعجنوش، كنجمعو غير باطراف الاصابع. بعد غادي نضيف ساشي ديال الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام. كما كتشوفوا معايا من بعد ما تجمعت لينا العجين ديالنا ضروري نحيدو العجينه اللي كتكون في يدينا باش ما كيبقاش يبان لينا باش كنعرفوا يعني القياس ديال الدقيق واش نزيدو ولا يعني بركه. كما كتشوفوا معايا الفقاس ما خصوش يجي قاصح وما خصوش يجي كيتلصق في اليد بزاف. كما كتشوفوا معايا العجينه ديالنا راها كتجي مجموعه. كما قلت لكم ضروري حيدوا ديك الزائد ديال العجينه اللي كيكون في اليد باش كتعرفوا القوام ديالها واش يعني بركه عليه من الدقيق ولا مازال خصكم تزيدوا ليه الدقيق. كما شفتوا معايا هذا هو القوام ديال العجين ديالنا. غادي نحربلها بهذا الشكل هذا وغادي نقسمها على جوج.
من بعد غادي ناخذ اول قطعه ديال العجينه، غادي نشكلوها حربول على هذا الشكل هذا. انا كما كتشوفوا معايا تبان لكم شي حبه ديال اللوز هكا طلعت من الفوق، حاولوا تدخلوها وحربلوا العجينه ديالكم على هذا الشكل. غادي نجيب اللاطه اللي غادي ندخلها للفران، فرشه فيها ورق الطبخ. غادي نحاول نشكل الحربول ديالنا على قد اللاطه على هذا الشكل هذا. وبنفس الطريقه غادي ندير القطعه ديال العجين الثانيه حتى هي غادي نحربلها بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نحطها في اللاطه ديالنا. من بعد غادي ناخذ ديك الصفر بيضه اللي خليناه من قبل، غادي نديرو عليه واحد الصاشيه ديال القهوه السريعه الذوبان. يعني حكوها هكا شويه بيديكم، عاد خويوها على البيض باش دغيا كتخلط لكم. يمكن لكم تعوضوها بالكاكاو الا ما كانتش عندكم قهوه سريعه الذوبان. كنضربهم مزيان مزيان. من بعد غادي ندهنوا بهم الحرابل ديال الفقاص ديالنا، غندهنوا بهم الوجه مزيان على هذا الشكل هذا. بعد غادي ناخذ واحد الفرشيطه وغادي نشكلوا خطوط على الوجه ديال الفقاص ديالنا بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي ناخذ واحد الابره وغادي نعقمها مزيان هكا بالبريكه. غادي نحاول نحرقها ونخليها تدفى لينا، ومن بعد نتقبيها الفقاص ديالنا مزيان مزيان. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال الفقاص، كندخلوه للفران اللي يكون بارد. ندخلوا اللاطه ديالنا للفران، كنشعلوا عليها غير من التحت عافيه مهيله، عاد كنشعلوا عليه من الفوق. يعني ما تشعلوش عليه من الفوق ومن التحت، شعلوا عليه غير من التحت حتى يطيب، وعاد شعلوا عليه يذهب الوجه ديالو. من بعد غادي تخرجوه من الفران. بالنسبه للفران ضروري من تدخلوا اللاطه ديالكم خليوه منفس شويه، اولا ديروا واحد المعلقه باش يبقى لكم الفران منفس، ما يتشققش لكم الفقاص ديالكم. كما قلت لكم ضروري الفران يبقى مفتوح واحد شويه. هذا هو الفقاص ديالنا من بعد ما خرجته من الفران. كما كتشوفوا معايا راه ما كيتشق ما حتى شي حاجه. كما كتلاحظوا معايا كيجي على هذا الشكل هذا. انا هنا فتلت شويه تحمر من التحت، فوت ليه الطياب شويه من التحت. كما كتشوفوا معايا كيجي الفقاص ديالنا على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا ما كيجيش مشقق نهائيا. صافي من بعد الفقاص ديالنا باقي سخون، غادي ناخذ واحد البلاطو، غادي ناخذ واحد المنديل، غادي نفزقو مزيان وغادي نعصرو. خصني ضروري نعصرو مزيان. وغادي نفرشو في البلاطو ديالنا، وغادي نحط البودانات ديال الفقاص كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. من بعد غطيتهم، وغادي ناخذ يعني واحد المنديل واحد اخر حتى هو فازق ومعصر مزيان، غادي نغطي عليه وغادي نخليه غير يبرد. من بعد غادي نرجع نقطعو. كما كتشوفوا معايا من بعد ما برد لينا الفقاص، راه ما خليتوش ليله كامله، خليته غير برد واحد شويه. من بعد رجعت باش غادي نقطعو. كما كتشوفوا معايا كنقطعو، يعني ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. من الاحسن البنات يكون عندكم يعني موس اللي يكون ماضي ماضي مزيان. كما كتشوفوا معايا كيتقطع كامل بسهوله. كما كتشوفوا معايا راه ما رطبتش اللوز وما خليتوش يعني ليله كامله، ومع ذلك يعني كيتقطع بسهوله، راه ما كيعذبش في التقطاع نهائيا. كما شفتوا معايا من بعد ما قطعت الفقاس ديالنا كيجي هذا هو الشكل ديالو. كما كتشوفوا معايا ما كيتهرس معنا ما حتى شي حاجه.
غادي نحطوه هكذا على جنب باش تشوفوه معايا كامل بلا راه ما مهرس ما والو. كيما شفتوا معايا بنفس الطريقه غادي نقطع حتى الحربول الثاني ديال الفقاص. راه كيتقطع معنا بسهوله كيما قلت لكم، راه ما كيعذب ما حتى شي حاجه، واللوز ديالنا كيتقطع يعني ساهل، يعذبنا ما والو. من بعد غادي نستفوا الفقاص ديالنا في اللاطه اللي غادي ندخلوها للفران. بالنسبه للفران مسخناه من قبل. غادي نستف الفقاص ديالنا على هذا الشكل هذا. بعد انا ما استفت الفقاس ديالنا في اللاطه كما كتشوفوا معايا كامل كيجي يعني بحال بحال ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. بالنسبه للموس باش كتقطعوا الفقاس انا كيجيني هذا عملي، غير هو خصو يكون يعني جديد، يعني ما تكونوش مستعملينه من قبل وتخليوه غير الفقاس. انا هنا ما كانش عندي يعني ماضي مزيان فاستعملت غير هذاك اللي وريتكم. كما كتشوفوا معايا الفقاس ديالنا غادي ندخلو للفران يطيب، غادي نقص عليه وغادي نخليه يتحمر على خاطرو ويتقرمل على خاطرو، يعني ما تجهدوش عليه البوطه حتى يتحمر لكم من الجوايه بجوج بيهم. ديك الساعه تخرجوه من الفران. كما شفتوا معايا من بعد ما خرجت الفقاس ديالنا من الفران كما شفتوا التحمر ديالو راه كيجي على هذا الشكل هذا. يعني خليو الوجه ديالو يعني يجي مذهب، ما تحمروهش بزاف وما تخليوهش ابيض في نفس الوقت. كما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل هذا، راه كيجي مقرمل مقرمل البنات، وواحد الريحه فيه ديال الزراع كتجي خطيره الصراحه. كما كتشوفوا معايا كيجي محمر من الجوايه بجوج بيهم. كما كتشوفوا معايا حتى اللاطه الثانيه حتى هي راه كتجي محمره وكيجي زوينه البنات، كيجي مقرمل وكيجي طايب على خاطره. كما شفتوا معايا كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا من بعد ما كملت ليه الطياب كامل وصفتو معكم في طبق التقديم. كيجي هذا هو الشكل ديالو، راه كيجي فقاس ناجح 100%. فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيجي فقاس بلا عذاب وبلا كتر التماره وكيجي تبارك الله مقرمل كما كتلاحظوا معايا. كيجي محمر من الجوايه بجوج. وشوفوا معايا القرمشه ديالو كيفاش كتجي، راه كيجي تبارك الله مقرمل وطايب على خاطره. فكنتمنى من الفيديو اللي شاركت معكم اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والوصفه اللي شاركت معكم اليوم تكون عجباتكم. وإلا كملتوا الفيديو وعجبكم بطبيعه الحال ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم وتبارطاج مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. واللي اول مره كتزور قناتي كنتمنى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي ووصفه جديده.